هو فعلا أهم حاجة عندنا دلوقتي إن الولد يبقى بيجيب الفول مارك وبينجح، وعندنا حالة طوارئ للولد اللي في ثالثة ابتدائي أكنه بالظبط في ثانوية عامة. ممكن أحكي لكم حكاية. زمان أما ولادي كانوا صغيرين، كانوا لسه في ابتدائي وإعدادي، كان بيبقى عندي انهيار عصبي اسمه الامتحانات والمذاكرة والفول مارك والكويزز، وابني لازم يبقى أشطر واحد في الدنيا. يمكن عشان أنا طلعت واتربيت كده، أنا وأخويا كنا دايما شاطرين وملتزمين وشو، بنروح نمتحن ونرجع نجيب فول مارك حتى من غير ما أهالينا يبقوا عارفين إن النهارده في امتحان. التزام وكوميتمنت. فطلعنا احنا غصب عننا عايزين ولادنا يبقوا بالطريقة دي. بس السؤال بقى، هو احنا في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي ده، هو فعلا أهم حاجة عندنا دلوقتي إن الولد يبقى بيجيب الفول مارك وبينجح، وعندنا حالة طوارئ للولد اللي في ثالثة ابتدائي أكنه بالظبط في ثانوية عامة؟ ده السؤال المهم. ويا ترى انا عايزاه يبقى اشطر واحد وجايب فول مارك عشان اقول انا ابني اشطر واحد وجايب فول مارك، ولا انا عايزاه يبقى شاطر، شخصيته مبنيه، مخه نضيف، عنده سكيلز، بيعرف يتعامل مع الحياه، بيعرف يتعامل في الحياه. ممكن تفكروا كده وتقولوا لنفسكم مين الاهم. على فكره، لو ابنك بينجح بس شخصيته حلوه وما عندوش مشاكل نفسيه ولا عقد نفسيه ولا عنده تروما ولا عنده بانيك من حاجه، وبيعرف يكومينيكيت مع الناس مظبوط، بيهزر وبيضحك وبيخرج وعنده علاقات مع اصحابه حلوه جدا، انت ام ناجحه قوي وهو شاطر قوي. والحياه علمتنا ان لما الولاد دي بتكبر وبتخش في الحياه بجد الصعبه، لما تكون شخصيتهم مبنية على أساس مظبوط وعلى أمان وعلى احتضان وعلى الصح والغلط اللي اتزرع فيهم، أهم بكتير. جابوا كام في الامتحان؟ كله دلوقتي بيخش كليات وجامعات، وفي الآخر كله بيشتغل مش بشهادته. يا جماعة والله العظيم أنا جاية من هناك وبقول لكم، فكروا فيها كده وقولوا لي.